السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهارده هنعمل مع بعض الكحك الفلاحي الناشف اللي هو الكحك المفتول ان شاء الله. لزوم الجبنة بقى ولزوم الشاي حاجة كده تحفة جدا. بس يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة كده معايا نص كوباية من اللبن الدافي، هتحطي فيها معلقتين كبار من السكر وهتحطي عليهم معلقة وربع خميرة فورية من المعلقة الكبيرة بتاعة الأكل. إن شاء الله هسيبلك المقادير بالجرام وبالكوباية في صندوق الوصف بإذن الله. هنبدأ ان احنا نقلبهم كويس جدا كده وهنغطيهم لحد ما نبدأ ان احنا في المكونات بتاعتنا على ما الخميرة بتاعتنا دي تتفاعل. تمام. هبدأ بقى ان انا اجيب كيلو من الدقيق نخلاه كويس جدا، ده دقيق مخبوزات، عندي شكارة كده من الدقيق بس هقول لكم دلوقتي عيبها ايه بالظبط. تمام. معايا بقى 3 معالق كبار من السمسم ومعلقة كبيرة من الشمر المتحمص والمطحون ومعلقة صغيرة من بهارات الكحك او المحلب. تمام. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنبدأ ان احنا نقلب المكونات دي كلها مع بعضها كويس جدا جدا لحد ما كله يندمج مع بعضه. على ما خلصت المكونات دي كده وقلبتها كلها مع بعضها كويس جدا وسيحت السمنة بتاعتي، بتسيح السمنة بس مش بتسخنيها ولا اي حاجة خالص. ببتدي بقى ان انا اشتغل في بقية المكونات. معايا نص معلقة صغيرة من الملح هنحطها على المكونات دي وهنقلب كويس قوي. وبعد كده معايا كوباية كاملة مليانة من المج بتاع الشاي من السمنة دي بسعة 200 مللي، يعني هي كده على الاخر واخدة 200 جرام بالظبط. تمام. 200 جرام من السمنة وعليهم 3/4 كوباية كمان، يبقى كوبايتين الا ربع بما يعادل على الميزان 350 جرام من السمنة. 350 جرام من السمنة بالظبط. بعد كده هبدأ ان انا ابس الكحك ده او القرص بتاعتنا اللي هي الناشفة دي. تمام. بنبسها نص بس، هي اسمها نص بس. بتبدأي ان انتي تخليها زي حبات الرمل كده، بتبدأي ان انتي تفرفريها من بعضها كده بايديك الاتنين لحد ما تبقى عاملة زي حبات الرمل بالظبط. اول ما بتوصلي للخطوة دي بنبدأ ان احنا نجيب الخميرة بتاعتنا اللي احنا ركناها في جنب من اول ما اشتغلنا، بتكون الخميرة اتفعلت وبتبقى بالشكل ده. نبدأ ان احنا نحطها على العجين وبنبدأ ان احنا نعجن بايدينا. في الوقت ده بنكون مدفيين لبن. تمام. عايزه تعجني بميه عجني بميه، مفيش اي مشكله، اللي عندك واللي موجود. هنبدا بقى هبدا ان انا اعجن. والدقيق ده هنا ممتاز حلو قوي قوي، يعني الشكاره 25 كيلو كده كنت جايباها، بس هو بياخد سوائل كتير شويه، هو ده عيبه، لكن بصراحه تحفه جدا في المعجنات، حاجه ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا اعجن وهي جنبي لبن. جبت بقى، طبعا احنا مستخدمين نص كوباية لبن في الاول، هنجيب كوباية كاملة تانية من اللبن اللي هي 200 جرام وهبدأ ان انا احطها واحدة واحدة كده واعجن. هتبدأي ان انت تحطيها واحدة واحدة وتعجني الدقيق بتاعك او اللي انت هتشتغلي بيه. سواء مثلا هو مغلف او سايب، بتبقى السوائل حسب نوع الدقيق. تمام. انا ابتديت ان انا احط نص كوباية تاني وحطيت نص كوباية كمان، يبقى كيلو دقيق خد معايا بالظبط كوبايتين من اللبن. تمام. ممكن ياخد معاكي اقل شوية، ممكن ياخد معاكي كتير شوية، المهم ان احنا نوصل للعجينة اللي انا هوريها لك دلوقتي. يعني ما تتقيديش باللبن او بالميه اللي انت هتحطيها، تكون النسبة زي اللي انا حطاها، ممكن تحطيها اقل ممكن تحطيها اكتر على حسب نوع الدقيق بتاعك. اول ما بنعجن كده بتبقى العجينة بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده، عجينة ولا هي طرية قوي ان انت متعرفيش تتحكمي فيها ولا هي ناشفة قوي، تاخديها كده ما بين ايديك وتضغطي عليها تلاقيها مظبوطة معاكي. وبعدين في نفس الوقت ما بتكونش ليها عجينة القراقيش، بتبقى كده عجينة شبيهة لعجينة البسكوت، يعني بنحطها كده بنلاقيها ان هي اتفرولت من بعضها زي ما انتوا شايفين كده، لكن لما بتلميها على بعضها بتبقى عجينة متماسكة. ونراعي ان هي لما بتيجي تخمر معانا بتلاقيها طرت كمان معاكي شوية. تمام. يعني ما نطريش العجينة عن كده. هسيبها بقى، هغطيها وهسيبها حوالي ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير قوي، يعني يا دوبك ان هي ترتاح. وبعد كده هبدأ ان انا ارجع لها تاني وهبدأ بقى ان انا اخدها، يعني بتبدأي ان انت تحطي صبعك فيها كده بتلاقيها ريحت معاكي، نفشت كده، بتلاقيها نفشت معاكي تعرفي على طول ان هي ارتاحت، بتبدأي ان انت تشتغلي فيها على طول. خدت كده كل قطعة 25 جرام، لو هتعمليها على الميزان هتبقى 25 جرام لو انت عايزة نفس المقاس اللي انا عاملاه النهاردة. لو عايزة اكبر بتكبري، عايزة اصغر بتصغري، بس هو ده مقاس حلو يعني مظبوط.
بنبدأ ان احنا نفتل بقى الكحك بتاعنا. لازم تمسكي الكحكاية كده وتفتلي فيها بكف ايدك كده، علشان خاطر تبقى متساوية، وفي نفس الوقت ما تبقاش فيها فراغات من جوه، يعني ما تخليهاش مهوية بحيث ان هي ما تجيش وقت السوا وتبصي تلاقيها عضمت معاكي او ما نفشتش النفشان الكامل اللي احنا عايزينه. تبدأي ان انت تفتليها وتنعميها كويس، وبعد كده بتقفليها على بعضها بالشكل ده. عايزه اقولك ان مع الجبنه مع الشاي حاجه في منتهى الجمال، والمقادير مظبوطه جدا جدا، ومش هياخد وقت معاكي في التشكيل او في التسويه، يعني ما بياخدش وقت. عايزه تعملي مثلا نص كيلو اعملي نص كيلو وجربي لو حابه ان انت تجربيه. تمام. لو اول مره بتعمليه وحاسه ان الكيلو كتير عليكي ان انت تشكليه وكده، اعملي نص كيلو بس مش اكتر من كده. هبتدي بقى ان انا اخلص الكميه كلها، وبنبدا ان احنا نرص واحده جنب واحده كده، بس بنسيب مسافه صغيره لان هي مش بتفرش، لا هي بتترفع لفوق في السوا بتاعها مش اكتر من كده. خلصت الكميه دي وكان معايا شويه كمان، ابتديت ان انا علشان كانت ابتدت بقى ان هي تخمر، بتلاقيها نفشت معاكي شويه صغيرين كده مش قوي زي القرص، وبتبداي ان انت بقى ساعتها تبداي بقى ان انت تسوي على طول. تمام. يعني ابتديت ان انا اسوي في اول صاج انا اشتغلت فيه على ما خلصت الكميه كلها. كانت ستي بقى الله يرحمها بتفتل الكحك بالطريقه دي، فحبيت ان انا اوريها لكم برضو طريقه سهله كده، بتمسكيها على ايديكي وبتمضجيها كده ما بين ايديكي، بتلاقيها اتكونت معاكي بكل سهوله وبتبقى ناعمه قوي. وبعدين بتبداي على السطح بقى الترابيزه او المطبخ اللي انت شغال عليه، وبتبداي ان انت تفتليها وتقفليها على بعضها بكل سهوله. نيجي بقى لمرحلة التسوية. بنسويها ازاي؟ كل فرن غير التاني. اي حاجة سواء بقسماط سواء كحك بيبقى حسب الفرن بتاعك. انا بالنسبة للفرن بتاعي بيستوي ازاي؟ بقوم جاية مسخنة الفرن من فوق ومن تحت، لان الفرن اللي انا شغالة فيه كهرباء، من فوق ومن تحت على 250 اللي هي اعلى درجة فيه، وبحط الصاج على الرف على الشبكة يعني تحت خالص تحت خالص. اول ما بياخد لون ذهبي خالص كده ببتدي ان انا اسيبه مكانه، بولع الشواية والمروحة، بيبدأ ان هو ياخد اللون الذهبي برضو من فوق، وبتبقى كحكاية كده استوت معايا وقرمشت كمان. ده بيبقى حسب الفرن بتاعك. لازم تسخني الفرن كويس قوي قوي، يعني بتسخني الفرن حوالي 10 دقايق او ربع ساعة قبل ما تدخلي الصاج، علشان خاطر الكحكة دي ما تعضمش معاكي او تلزق في بعضها، ما تنفش، ما تبقاش خمرانة كويس او واخدة التسوية بتاعتها كويس. لو الفرن بتاعك حامي زيادة عن اللزوم بتحطيها في تاني رف من تحت، وبتولعي برضو على حوالي 200 درجة حرارة 200. بتخلي كحكاية بس تقوم على حيلها كده ان هي تاخد وضعها، وبعد كده لو عايزة توطي شوية بتوطي علشان تاخد السوا بتاعها. كل صاج كده قعد معايا في الفرن حوالي تلت ساعة، ما عادش اكتر من كده. تمام. شايفين حاجة كده ما شاء الله تحفة جدا جدا. الكحك فقش معانا ناعم، وفي نفس الوقت يعني لما بتيجي تاكليه كده سهل قوي قوي في الاكل، يعني تحسي ان انت كده بيدوب في بقك بسرعه. حاجه في منتهى الجمال بصراحه. وبكده نكون انا خلصت الوصفه بتاعتي النهارده، وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله اللي هيجربها. وباذن الله هسيبلك المقادير كلها في صندوق الوصف، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده على الف خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.